سلام، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده مشتريات بس. انا فلست واتصدمت واتقهرت. ايه الاسعار دي؟ ايه الاسعار دي يا جماعه؟ لا يلا بينا، عشان انتوا لازم تتصدموا معايا، اتصدم لوحدي؟ لا يلا بينا مع بعض، يلا بينا نبتدي. وقبل ما نبتدي اوعي تنسي تعملي لايك للفيديو ده وانتي بتتفرجي. تاني حاجه تعرفوها انه المشتريات دي بنات يعني من كذا شهر، مش الشهر ده او اللي لسه مشتري دلوقتي. يعني ممكن تكون كمان الاسعار غليت او اتغيرت على اللي انا هقولها لكم. فيلا بينا. اول حاجه انا اشتريت طرحتين. بصوا انا عارفه ان الطرح غليت، بس ما كنتش متخيله للدرجه دي. يعني انا عارفه ان الطرح غليت، بس يعني انا كنت نازله اشتري طرحتين جل. الجل دي طرحه الجل العاديه يا جماعه. انا كنت بنزل الموسكي بجيب كده بالست قطع، والله العظيم كانت الطرحه 35 جنيه. كنت بنزل ابدع كده في الالوان. فقلت لا انا عايزه انزل اجيب بقى الطرحه الجل بس العريضه. العريضه ساعتها كانت بتتباع ب 55 جنيه او ب 60 جنيه. فنزلت، يعني قلت يوم ما تغلى هتبقى بكام، يعني فاهمين؟ ما توقعتش الصراحه، بس نزلت جبت طرحتين، طرحه سودا وطرحه بيضه جل. وخليني اقول واقول احقاقا للحقيقه ان الطرح طلعت حلوه جدا، خامتها خطيره. تمام اهي بصوا. وكمان جايبه الطرحه العريضه، بس شايفين عرضها اصلا قد ايه؟ عريضه جدا وطويله جدا جدا جدا، وخامتها جل قطن. تمام. البراند بتاعتها اسمها كيان. البراند بتاعت الطرحه اسمها كيان. معرفش ليهم صفحه على الانستجرام او على الفيسبوك، انا بصراحه مش عارفه. انا مشتريها من محل فروكسي. هوريكم دلوقتي الشنطه بتاعت المحل. الطرحه يا جماعه بصورة النبي كده ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. انا عارفه ان 200 جنيه دلوقتي في اسعار الطرح حاجه عاديه يعني، بس بالنسبه اللي انا كنت نازله اشتري طرحه عاديه، مش براند اولا الله، ولا حاجه مثلا خامه اولا الله برضو. فما كنتش متخيله بصراحه الرقم. بس ما علينا يعني. بس صراحه جوده الطرحه هونت عليا الموضوع، فانا جبت اتنين منها. جبت واحده سودا بنفس الكلام بالظبط، نص ونص برضو، بس نص كده منها فيها مطبوعه والنص التاني فاضي، ونفس الخامه بالظبط ونفس البراند برضو اللي اسمها كيان دي. تمام. وكنت جايباهم من روكسي من المحل ده، اسمه بسمله. محل اسمه بسمله سكارف، وده رقم التليفون والعنوان وكل حاجه. اللي بعده مشترياتي من الصيدليه، وانا مشترياتي من الصيدليه كتير الحقيقه. وبرده صممت من الاسعار كتير قوي. اول حاجه طبعا محلول العدسات بتاعي اللي كلكم عارفينه، اوبتي فري. اخر مره يا جماعه اللي انتوا عارفينه انا كنت بجيبه ب 85 جنيه، وبعد كده بقى ب 150، بعد كده بقى ب 250، بعد كده ب 285، وبعد كده جبته اخر مره ب 350، وبعد كده جبت والله العظيم زي ما بقول لكم كده، وبعد كده جبته ب 400 او هو تقريبا كان ب 300 حاجه و80. بعد كده اخر مره بعد ما لفيت عليه كعب داير عشان الاقيه اصلا، هتلاقوا الباكج بتاعه متغير شويه كده، مكتوب عليه بالازرق. تمام، ده شكله الجديد اهو. تمام. بعد ما لفيت عليه كعب داير يا جماعه جبته ب 515 جنيه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وللاسف ان انا مش قادره اغيره عشان محدش يقول لي في انواع ارخص. الانواع الارخص عندنا في مصر بالنسبه لعينيا الحساسه جدا كلها سيئه سيئه. انا جربت كل الانواع، كل الانواع اللي عندنا في مصر انا جربتها كلها، ودايما للاسف برجع لهذا الغسول تاني، لان انا عينيا حساسه جدا، او المحلول قصدي. مش بقدر، مش قادره ان انا اتغاضى او الاقي حاجه تانية. بس ده سعره حاليا. الحاجه اللي بعد كده برضو وهي القطره بتاعه الترطيب بتاعه العين. انتوا عارفين برضو انا كنت بستخدم سيستان وكنت بقول لكم عليه على طول. برضو غليت جدا ووصلت ل 300 وحاجه. وللاسف دي بقى انا بخلصها، او يعني دي ما بتقعدش اصلا. فانا لما انا في الشهر ممكن اجيب مرتين ب 300 وحاجه، فانا كده قاعده على خزنه من الاموال يعني اكيد. فطبعا كان لازم الاقي بديل. جربت كذا حاجه وفي الاخر لقيت دي اللي هي اسمها بولي فيش. بولي فيش ايه، بولي فريش. اسمها بولي فريش يا جماعه. دي بتبقى بتيجي جواها، بصوا بتيجي على شكل امبولات كده اهي. تمام. فيها 20 واحده، فيها 20 واحده من دي. ودي على فكره ما بتستخدمش مره واحده، لا يعني بصوا بتاخديها كده، بتستخدم مثلا مرتين او 3 مرات. انا بفتحها تمام وبنقط جوه عينيا وبرجع اقفلها تاني، بتتقفل تاني على فكره، وبحطها في التلاجة. فلطيفه يعني. قد تكون يعني مش عمليه قوي، بس الجوده بتاعت القطره نفسها حلوه فكويسه. ودي كان سعرها 75 جنيه. بعد كده المينوكسيديل بتاعي اللي انا بستخدمه في فروه راسي. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي تساقط وراثي فبستخدم مينوكسيديل. فده المينوكسيديل اللي انا بستخدمه الفتره ديت، وبصراحه كويس. انا اهم حاجه عندي ان هو مش بيزيت الشعر خالص، مش بيزيت الشعر. تمام. فعشان كده انا بستخدمه. ده فوم تمام اسمه هير بلس باك. ده شكله كده. ده يا جماعه انا كنت جايباه من الساحل، كنت جايباه ب 160 جنيه. تمام. قعد معايا حبه،
بعد كده جيت اجيبه من الصيدليات هنا في القاهره، لقيته بيقول لي ب 237 جنيه. فاللي هو يعني هو في شهرين زاد كل ده على اساس ايه؟ انا مش فاهمه بجد. بس عايزه اقول لكم ان انا قعدت الف على الصيدليات لحد ما جبته برده ب 160 جنيه. فلفوا شويه يا جماعه على الدواء، لان حتى الصيدليات دلوقتي بقت بتستعبط. فانا مش فاهمه ايه الفكره في كده. يعني ايه الفكره ان احنا بنستعبط حتى في سعر الادويه؟ يعني الرحمه يا جماعه، مفيش حد بيرحم حد خالص. مش قادره. طبعا انا في بنات هتسالني يا رورو هو المينوكسيديل ده جايب معاكي نتيجه؟ اقول لكم يا جماعه ما اعرفش. انا بجد انا بستخدم مينوكسيديل بس ارضاء لضميري ان انا بعمل حاجه لشعري. لكن هو بيعمل حاجه فعلا ولا لا انا مش عارفه. بس انا مستمريه على ده بالذات علشان خاطر انا حسيت ان هو مش بيزيد شعري. فده انا يعني مستمريه عليه عشان كده، عشان هو مش بيزيد شعري. ولو انت معاكي بادجت كمان كويسه ممكن تجيبي الروجين. بس هو الروجين غالي قوي. يعني انا اخر مره كنت جايباه ب 350 برده، الروجين الفوق كنت اخر مره جايباه ب 350. اخر مره سالت عليه كان ب 650. فهو زاد سعره قوي، وانا ساعتها كنت بشتري حاجات كتير فما قدرتش اجيبه يعني. فجبت ده، وده انا مجرباه قبل كده والدكتور اصلا كانت كاتبهولي فكويس يعني. بعد كده بعد فشلي الذريع ان انا الاقي الاسيتون ده. الاسيتون ده بنت لو حد فيكم لقاه يجيبه. الاسيتون ده حلو جدا، بس انا بصراحه مش لاقيه خالص. اسمه كير اند مور. تمام، انا مش لاقيه خالص. فطبعا ايفا اثبت ان هو بقى خرا الفتره الاخيره، بقى بيحط فيه ميه تقريبا. فجبت بقى ايه، اضطريت ان انا اعلي بادجت الاسيتون بعد ما كانت بتبقى 20 جنيه 25 جنيه بالكتير. اضطريت ان انا اعلي البادجت بتاعت الاسيتون وجبت يولو. تمام. بصراحه هي من مسحه واحده. انا مشكلتي مع يولو حاجه واحده بس يا بنات، ريحته. انا طبعا هو طبعا اغلى من الاسيتون التانيين. دي انا كنت جايباها تقريبا مش عارفه ب 65 او 75 جنيه حاجه كده. وبغض النظر انا لقيت حبه منهم واقعين في قلب الشنطه، بس مش مشكله. بس هو يولو مسحه واحده بيشيل مانيكير فعليا. لكن مشكلتي معاه ريحته قويه جدا. ريحته بتخنقني، بحس ان انا مش قادره اخد نفسي. وريحته بتفضل حبه على الضوافر، مش عارفه ليه. يعني بصوا انا ماسكاه دلوقتي حاسه ان انا مش قادره. ريحته غريب يعني. على فكره ممكن حد يحب ريحته، بس انا بجد ما بحبش ريحته خالص. بس هو كجودة هو طبعا جودته حلوة جدا. خلصت مشتريات الصيدلية، يلا نخش على اللي بعد كده. وجبت اوردر من عند يلا شوبينج، فيلا بينا نشوف اشتريت ايه من عندها. اول حاجة طبعا محمود سعيد. فكرة الاوردر ده انا مشتريه، مش هيبعتهولي ولا حاجة. تمام. انا ما بقدرش استغنى عن هذا المثبت الخطير، وده كنا بنجيبه يا جماعة. كنت بجيب 150 جنيه، بقى ب 350 جنيه يا جماعه. بصي، بس عايزه اقول لكم ان يلا شوب بتعمل عروض حلوه قوي. يعني تقريبا ده انا كنت جايباه واخداه في العروض تقريبا ب 300. فهي على طول بتعمل عروض يعني. فده بقى سعر محمود سعيد دلوقتي. تمام. اللي بعد كده جبت برضو القطره بتاعت انجلوت، اللي هي بتتحط بتدوب الجل بتاع الحواجب، الجل بتاع الايلاينر، اي حاجه يعني. انتوا عارفين اكيد استخدامات القطره بتاعت انجلوت دي. طبعا اوريجينال من عند يلا شوبينج. دي انا كنت جايباها، دي كانت ب 400 ب 450 جنيه. السقنتته الحلوه دي ب 450 جنيه. وبما ان احنا داخلين على الشتاء يا جماعه، وانا في الشتاء باكل المرطبات، باكلها فعليا. والمرطبات بقت بتخلص معايا في الشتاء بسرعه البرق. فرجعنا القديمو بقى. عارفين قديمو؟ اللي عارف متابعني من زمان، رجعنا القديمو بجد. جبت اللي هيقضي معايا الشتاء كله. سانت ايفز طبعا من المرطبات الخطيره الجميله الرائعه اللي انا كنت بعشقها. بس كان في بنات بيطلع لهم حبوب برضو عشان ابقى عارفه. بس انا بصراحه معايا كان الراجل زي الفل، كنت بحبه جدا. بستخدمه ليا، بستخدمه للكلاينتس عادي جدا، اللي هي في السواريهات يعني. فالترطيب بتاعه بالنسبه لي كان حلو. فجبت بقى حاجه تقضي معانا كده ايه الشتاء. ومش بس ليا بصراحه، مامتي برضو طلبت واحد ليها هي واختي. تمام، لان ده بيقعد ده يا جماعه. ده بيقعد، ده حاجه كده حلوه يعني. فجبنا اتنين. وده برضو كان زمان كنا بنجيبه تقريبا ب 200 ب 230 جنيه. دلوقتي بقى ب 350 جنيه بالصلاه على النبي. برضو من عندي يلا شوبينج. ولو انت ما تعرفيش يا جماعه المرطب بتاع سانتا ايز، بحب اوريهولك واوريكي قد ايه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كميته قد ايه. شايفه قد ايه؟ وخفيف جدا. بصوا على البشره، بصوا اهو. يعني اهو كمان كبرت لك الكميه. بصي يعني فظيع. البشره بتشربه على طول. مش بيسيب اي وايت كاست، مش بتحسي باي دهننه. ليه ريحه، بس انا بعشق ريحه المرطب بتاع سانت ايس. بحبها جدا جدا جدا.
واخيرا بعد ما لفيت كعب داير بقى لي شهور بدور على العدسات بتاعتي النظر اللي هي زي اللي انا لابساها دي، اللي هي فاشونيستا بلس، لان انا نظري ضعيف جدا وبيحتاج نظر معين، لاني كمان بلس مش ماينس. فبقى لي شهور العدسات بتاعتي مش لاقياها، لحد ما لقيتها اخيرا عند الصفحه دي، لقيتها على الفيسبوك بالصدفه البحته، وده برضو انا مشتريها بفلوسي مش اعلان ولا اي حاجه. صفحه اسمها فوكس، تمام. بجد محترمين جدا، ملتزمين جدا في مواعيدهم. جابوا لي الحاجه، جابوا لي العدسات اهي، جابوا لي العدسه، تمام. دي يا جماعه العدسات اللي انا بجيبها على طول، ودي اللي انا لابساها، دي اسمها آه لا، دي اللي انا كنت لابساها الفيديو اللي فات كان اسمها كريستال جراي، اللي هي دي اللي انا لابساها دلوقتي، دي اسمها، دي القديمه اللي انا لابساها، دي اصلا القديمه، بس انا جبت واحده نفس اللون اسمها دي بلو، تمام. اللي هي اللي انا لابساها دي. وبيبعت لي كمان مع كل عدسه بيبعت لي معاها المحلول ده. المحلول ده انا بستخدمه في ان انا بغسل العدسات بتاعتي بيه قبل ما استخدمها، لكن انا بنقع العدسات بتاعتي في المحلول بتاعي اللي هو اوبتي فري. اللي بعد كده هديه، دي بقى جات لي هديه من حد عزيز عليا يعني. ده انا بحب جدا اصلا اللي هو ذا اوردينري جلايكوليك اسيد تونر. ده عندي بقاله سنتين، داخل على سنتين، يعني هيكمل سنتين يا جماعه عندي. بصوا اصلا بيقعد بالسنين فعليا الازازه دي. ده مش بستغنى عنه، بستخدمه تقريبا في كل حاجه، بستخدمه على بشرتي، بستخدمه عند الاندر ارم لما بحس باي غمقان، بستخدمه على ركبي. رهيب رهيب. ف جالي هديه واحد تاني منه، تمام. طبعا ده مش من مصر، ده من بره مصر. بعد كده حاجات من عند صفحه اسمها فروم تركي. الصفحه دي يا بنات بتبيع حاجات او بتجيب حاجات من تركيا، تمام. وعلى فكره ممكن تطلبي حاجات مخصوصه، يعني انت لو عايزه مثلا حاجه من تريندي ولا عايزه حاجه من تركيا، هي ممكن تطلبها لك باي اوردر، حاجه مخصوصه ليكي، يعني مش لازم بس الحاجات اللي عندها على الصفحه. فتعالوا اوريكم كده انا خدت من عندها ايه. اول حاجه خدت من عندها من البراند اللي هي بي بيوتي. البراند دي براند تركي معروفه، تمام، ومشهوره اليومين دول لان كمان اسعارها حلوه، يعني اسعارها مش غاليه. فاخدت من عندها الماسك ده اسمه مارشميلو ماسك اهو، اسمه بينك مارشميلو، تمام. الماسك ده هو اصلا ريحته مارشميلو. الماسك ده هدفه الاول والاخير التفتيح، بيفتح البشره، وكمان بيعمل لك تفتيح فوري، اللي هو انت لو عندك مناسبه استخدميه. والله يا جماعه انا استخدمته بالليل، وحطيت لي سكين كير وبتاعي وكده، وصحيت الصبح بسم الله ما شاء الله، ايه ده، لقيت وشي منور، هو ايه ده. وبعد كده افتكرت ان انا استخدمته، لا والله العظيم، والله بجد وحياة ربنا حلو جدا، حلو جدا جدا يعني. وسعره كان لطيف، يعني مش عارفه تقريبا كان ب 220 تقريبا بالسعر ده. فحلو جدا بصراحه يعني، وهيقعد معاكي كتير قوي. يعني بصوا انا يعني خدت منه لحستين كده، فحلو قوي. نيجي بعد كده لاكبر وكس شفته في حياتي. ده وكس الحواجب اسمه ميكس اب، تمام. ده بصوا كبير قد ايه، ده برضه تركي يا بنات، ده براند تركيا، تمام. شايفين قد ايه اصلا 50 جرام. اكبر حجم وكس هتلاقيه يعني هتشوفيه في حياتك. وعلى فكره بيجي معاه السبولي بتاعته، اللي هي الفرشه اللي بتسرح الحواجب، بتيجي معايا، بس انا مش عارفه انا حطيتها فين دلوقتي، مش لاقياها. اللي بيميز الوكس ده يا بنات اول حاجه ان هو فيجن يعني كله اعشاب، او هو طبيعي يعني مواد طبيعيه، في فيتامين اي واي واف، وفي بايوتين يعني حاجات كانها مغذيه كده للشعر. وده شكله من جوه هيقضي معاكي العمر الطويل والله العظيم. طيب حلو يا رورو. مش بصوا ده انا مستخدماه النهارده اهو. انا بالنسبه لي هو حلو كاستخدام كده لطيف كده، استخدام يومي. راحه مشوار مش عارفه ايه، نازله رايحه الشغل، رايحه الجامعه بتاع، تسرحي شعر حواجبك زي ما انتم شايفين كده لطيف. وكمان خاصه في الايام اللي احنا فيها يعني الخريف وداخلين على الشتاء، هتلاقي معاكي حلو قوي. لكن بقى في الصيف والحر الشديد لا، هتلاقيه بيسيح، هو مش معمول عشان يشعلق لك شعر الحاجب بقى ويلزقه في الجلد والحاجات بتاعت بقى مسكره بينفيت وكده، لا. ده زي ما انت شايفين كده بيسرح شعر الحاجب وبيخليه شكله مهندم ويقعد معاكي وقت خروجتك او كده. فده حلو، انا اشجعه للاستخدام اليومي فقط. خدت من عندها كمان الروج دوت او الليبستيك ده اسمه بلويس، اسمه زيب ات، والدرجه اللي معايا اسمها 305. زي ما انتم شايفين الدرجه بنات، اول حاجه ده مات. واللي بيميز الروج ده يا بنات ان هو خفيف جدا، خفيف جدا. اللي متابعني على الانستجرام كان شاف الستوري وانا بجربه لكم. خفيف جدا، ما تحسيش بيه على شفايفك خالص. الناس اللي بتكره الحاجات المات او الليبستيك المات عشان بتبقى تقيله على الشفايف، ده مش هتحسي بيه اصلا على شفايفك. بس انا بقى الدرجه دي عجباني في ايه، انا الدرجه دي ما بستخدمها لان الدرجه دي قويه. يعني بصوا انا الدرجه دي بستخدمها تنت، انتوا متخيلين، بستخدمها تنت على شفايفي وبستخدمها تنت على خدودي. رهيبه رهيبة. يعني شايفين ده، دي خطيره 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 خطيره.
خطيره كمان مره، فظيعه، بحبها قوي. مش كروج، على لان انا بحب، لان انا مش ما بحبش، بس انا مش بحط الالوان دي وبخرج بيها الحقيقه. فانا بستخدمه كتنت، باخد كده حته منه كده واعملها شهيكي كده. والله خطير. بص، شفتوا قلب لون الشفايف ازاي في ثواني؟ فظيع على الخدود، على الشفايف، خطير. وخدت كمان من عندها بنات الغسول ده غسول السنسيتيف اريا من برضو براند بي بيوتي تركيا. انا بصراحه مش بحب استخدم الحاجات دي وبخاف منها، لكن اللي شجعني ان انا اجرب المنتج انه هو خالي من الصابون، خالي من الصبغه، خالي من العطور. فهو مش مضر خالص، بالعكس ده هو مفيد وبينظف المنطقه، بيتخلص من البكتيريا اللي بتعمل الروائح الكريهه، فلذيذ جدا. بس ما نستخدموش كتير كالعاده، اي غسول سنسيتيف اريا بنات ما تستخدموش كتير. بس انا بتكلم انتي لو بشره حساسه ده مخصوص ليكي، وبرده سعره مش غالي خالص. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك، ويا رب ما اكونش صدمتكم ولا قهرتكم. بس حبيت ان انا اشارككم معايا الصدمه، وغير كده اشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.